الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. خرجة غير متوقعة لعلامة الشيعة عقيل موزة يحكم بها بكفر علماء الشيعة القائلين بتحريف كتاب الله عز وجل ونقصانه. الآن أنت فتحت موضوع تحريف القرآن. جيد جيد. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. وهذا الكلام من عقيل موزة يلزم منه تكفير أكابر علماء الشيعة من المتقدمين والمتأخرين القائلين بتحريف كتاب الله ونقصانه. جاء في كتاب كشف الأسرار في شرح الاستبصار لنعمة الله الجزائري لتحقيق طيب الموسوي الجزائري في المجلد الأول صفحة 560، يقول المحقق: وليس السيد الجزائري ذهب إلى التحريف وحده، بل ذهب إليه قبله وبعده جمع من أصحابنا القدامى منهم والمتأخرين، نحو الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، وأستاذه الشيخ علي بن إبراهيم القمي من أعلام القرن الثالث في تفسيره، وتلميذه محمد بن إبراهيم النعماني من أعلام القرن الثالث في تفسيره، ومحمد بن مسعود العياشي من أعلام القرن الثالث أيضا في تفسيره، وفرات بن إبراهيم من أعلام القرن الثالث أيضا في تفسيره، والشيخ أبو عمرو محمد بن عمرو الكشي من أعلام القرن الثالث أيضا في كتابه الرجال، وشيخ المشايخ محمد بن النعمان المفيد في جواب المسائل السروية، والشيخ أحمد بن علي الطبرسي من أعلام القرن الخامس في كتابه الاحتجاج، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابيه الوسائل والفوائد الطوسية، والسيد هاشم بن سليمان البحراني في تفسيره البرهان، والعلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول، والمحدث الشيخ يوسف البحراني في كتابيه الحدائق والدرر النجفية، وغير ذلك من العلماء الأعلام. فكل هؤلاء عند العلامة عقيل موزة. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. ويقول العاملي في كتابه مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 83 الفصل الرابع في بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير: اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، وكذلك شيخه علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه. ولقد قال بهذا القول أيضا ووافق القمي والكليني جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي والنعماني وفرات ابن إبراهيم وغيرهم، وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين، وقول شيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه الاحتجاج. وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت وخادم أخبارهم أي المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وبسط الكلام فيه بما لا مزيد عليه. وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. وكل هؤلاء عند العلامة عقيل موزة. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. فهل ستبقى على رأيك وعلى قولك يا عقيل موزة وتقول أن الكليني والقمي والمجلسي وغيرهم كفار زنادقة لأنهم قالوا بتحريف كتاب الله عز وجل ونقصانه؟ وهوبا دبل كيك. وهذا الحكم من عقيل إن دل على شيء فإنما يدل على غبائه، لأنه يلزم عليه كما تقدم تكفير علمائه المتقدمين والمتأخرين، ولكن كما يقال ومن الغباء ما قتل. ولو راجعنا كتابات المتأخرين والمعاصرين من علماء الشيعة فلن نجد الحكم بتكفير القائل بالتحريف، لأنهم ملتفتون إلى هذا اللازم، وهو تكفير علماء الشيعة القائلين بهذا القول.
يقول الأصفهاني في كتابه آراء حول القرآن صفحة 87: السؤال الرابع: هل الاعتقاد بالتحريف مخل بالمذهب أم لا؟ والجواب أنه لا يضر القول بالتحريف بمذهب القائل به. ثم يقول: فالقول بالتحريف أو القول بعدمه لا ربط لهما بالإسلام، فحتى لو قلت أن القرآن الكريم محرف وناقص عياذا بالله فإن هذا لن يؤثر على إسلامك. لكن العلامة عقيل موزة له رأي آخر. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. وأقصى حكم يمكن أن تجده هو القول بتخطئة من قال بالتحريف وليس تكفيره، كما فعل الشيرازي في كتابه الفتاوى الجديدة في المجلد الأول صفحة 330. السؤال رقم 1222: ما حكم المسلم المعتقد بتحريف القرآن؟ وهل يعتبر الاعتقاد بالتحريف إنكارا لضرورة من ضرورات الدين؟ الجواب: بالنظر إلى أن عددا قليلا من علماء المذاهب الإسلامية المختلفة يقولون بالتحريف رغم أن الباحثين يرفضون التحريف بتاتا، فلا يجري حكم الارتداد، ولكن هذا الشخص مرتكب لخطأ فظيع فادح. وبغض النظر عن قوله أن عددا قليلا، وهذا كذب منه، فإن عددا كبيرا وكثيرا من علماء الشيعة قائل بالتحريف، لكن الذي يهم أن أقصى ما يمكن أن يحكم به الشيرازي على هؤلاء أنهم مخطئون. لكن علامة الشيعة عقيل موزة له رأي آخر. كل من يقول بتحريف القرآن فهو ماذا أحبتي؟ من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. والعجيب ما قاله المرجع محمد جميل حمود العاملي كما جاء في موقعه الرسمي، وقد سئل ما هو حكم من التزم بثبوت التحريف في القرآن الكريم لا عن شبهة ولا عن خطأ، وإنما عن اعتقاد جازما بذلك. يقول في الجواب: نفي التحريف ليس من ضروريات الدين ولا المذهب، وإلا لو كان من الضروريات لأدى ذلك إلى تكفير الكثير من العلماء الأكابر القائلين بالتحريف، وهذا رد على الشيرازي الذي قال أنهم قلة. العامل يقول أنهم كثيرون من العلماء الأكابر القائلين بالتحريف، واعتقاد أكثر القائلين بالتحريف لم يستند إلى شبهة بل إلى أدلة قطعية، منها تعدد القراءات الموجب للقطع بوجود تحريف. وحكم من اعتقد بالتحريف هو الإيمان، وهذا من العجب. القائل بتحريف كتاب الله ونقصانه حكمه أنه مؤمن. طبعا عند العلامة عقيل موزة: من يقول أن في القرآن نقص مثلا فهو ماذا؟ يكون كافر. يقول العاملي: وحكم من اعتقد بالتحريف هو الإيمان، ولا نعتبره كافرا ولا فاسقا، وإلا لفسقنا أنفسنا وفسقنا أكابر في هذه الطائفة أمثال الكليني والقم وغيرهما. وهذا الذي يلزم على قول عقيل موزة، وهو تكفير أكابر طائفتهم أمثال الكليني والقم والمجلسي والجزائري والبحراني وغيرهم. فهل سيبقى عقيل موزة على رأيه وكلامه أم سيتراجع عن تكفير أكابر علمائه؟ يقول لك ليش تنتهي؟ والله العظيم مشكلة واحد من يكره. وهوبا دبل كيك.